كل شخص فينا عنده حلم من صغره نفسه يحققه، بس في وسط ما عاوز يحقق الحلم ده لازم هيمر بعقبات كتير. ومن هنا بقى بنعرف إننا فعلا عاوزين نكمل المشوار ولا خلاص العقبات اللي هنقابلها وقعتنا. وفيلمنا النهاردة بيتكلم عن الموضوع ده، وهتعيش معاه قصة تكاد تكون مرت على كل واحد فينا. فيلم ذا بيج جورج فورمان صدر سنة 2023 وبيتصنف من الأفلام الاجتماعية والإثارة. بينتقل بينا فيلمنا لسنة 1960 في مدينة هيوستن عشان يحكي لنا قصة الطفل جورج اللي حياته اتغيرت من طفل كاره حياته ودنيته بسبب العيشة اللي كان عايشها لطفل تاني خالص هنعرفه بعد شوية. وبنشوف جورج بيروح هو وعيلته بيتهم الجديد اللي بيبقى محتاج يتظبط أوي. وطبعا جورج واخواته قاموا بالواجب في البيت، بس عملوا فيه شوية حاجات عشان خاطر يعرفوا يعيشوا فيه، ولو حتى وقت قصير لحد ما يشوفوا بيت تاني. وطبعا اللي كان شايل العيال كلهم هي أمهم اللي كانت بتشتغل عشان تصرف عليهم وتعرف تأكلهم وتشربهم في كل يوم. في نفس الوقت ده كان جورج حياته اللي هو عايشها مخليه متضايق، غير انه اصلا بيتعرض للتنمر من اي حد وفي اي مكان بسبب لون بشرته السمراء. بس جورج قال لنفسه انه لازم يتأقلم مع الموضوع ده عشان لو فضل يفكر في التنمر مش هيعرف يعيش خالص ولا دلوقتي ولا بعد كده. وبعد ما بيقعد جورج يقسم الامل مع اخواته بالرغم من انه بيكون جعان قوي، وقتها امه بتعرف انه من جزات شخص طيب قوي، بس قعدت معاه وقالت له انه ما يخليش اي حد يخرجه عن شعوره، وانه لازم يبقى طويل البال في المواضيع اللي زي دي عشان ما يعملش مشاكل. وبنشوف جورج في المدرسة بيبقى قاعد في الفصل زيه زي اي طالب عادي، بس طبعا العيال اللي معاه في الفصل بيبقوا متجاهلينه وفي نفس اللحظة مش بيبقوا عاوزينه معاهم في الفصل. وغير العيال كمان المدرسة اللي في الفصل اول ما بتشوفه قاعد راحت قالت له يطلع بره الفصل عشان خاطر شافت هدوم جورج متوسخة ومش زي هدوم باقي اللي قاعدين. طبعا الموضوع ده كسر بنفس جورج لانه كان فاكر ان الموضوع المدرسة هي اللي هتقف معاه ضد اي حد هيضايقه، بس للأسف لا منها العكس. لحد ما جه وقت الغدا وكل العيال قاعدة بتاكل الا جورج، وراح فضل واحد يتنمر على جورج وراح رميله حتة اكل على الارض وقال له انزل كلها. هنا بقى جورج حس بالاهانة جامد وقام من مكانه وراح الواد واداله علقة محترمة، وساعتها كل اللي كانوا قاعدين خافوا من رد فعل جورج. وبعدها جورج لما لقى المدرسة هتيجي وهتعرف باللي هو عمله راح بسرعة واخد بعضه وجري من المكان. وبتمر السنين وبيكبر جورج، وبنشوفه هو وصاحبه تشيس بيقرروا انهم يسرقوا واحد سكران. واول ما خدوه وقعوه على الارض وبيفتشوا جورج عشان يشوف ايه اللي معاه وياخده، ساعتها بيكتشفوا ان الشخص ده يبقى ضابط شرطة. وفجأة الاتنين سمعوا صوت سرينة الشركة فراحوا واخدين بعضهم وهربوا بسرعة. وتشيز بيطير يستخبى في مكان، وجورج راح نازل جوه الصرف الصحي واستخبى من الشرطة. وبعد ما خلاص جورج اتأكد ان الشرطة خلاص مشيت ومحدش شافه، وقتها بياخد بعضه ويمشي على البيت. بس وهو ماشي بيلاقي اعلان عن وظيفة في التلفزيون بتاخد الناس اللي مش مكملين تعليمهم وانهم هيدربوهم على حاجات كتير يقدروا يشتغلوا بيها بعد كده. وبيروح جورج يتكلم مع امه وبيقول لها على موضوع الاعلان والوظيفة وكده، وقتها امه طبعا بتعرفه انها موافقة طبعا، وبتنصحه انه يشتغل في الوظيفة دي بشكل كويس وما يستعجلش انه يرجع البيت بسرعة بالرغم من انه هيوحشها قوي. وتاني يوم بيروح جورج المنطقة في كاليفورنيا اسمها جوب كراب، واول ما بيوصل هناك بيقابله واحد من الحراس وبيعرفه على القواعد اللي هيمشي عليها اول ما يخش جوه. وبيخش جوه جورج وبيستلم السرير بتاعه، واول ما بيخرج الحاجات اللي حطها له امه في الشنطة بيكتشف انها اشترت له كوتش جديد بدل اللي هو لابسه. وهنا طبعا جورج بيفرح وبيزعل في نفس الوقت لانه عارف ظروفهم عامله ازاي وان اكيد امه كانت محتاجه هي واخواته فلوس الكوتش اكتر منه. وبدت التدريبات بتاعت جورج على كذا حاجه كده، بس للاسف كان جورج فاضي في كل حاجه. وهنا بنعرف ان في واحد اسمه داس مع جورج في نفس المكان قرر انه يصاحب جورج ويقرب منه ويبقى هما الاتنين اصحاب. وفي مره هما الاتنين بيقعدوا ياكلوا مع بعض بنعرف ان جورج متضايق عشان خاطر الكوتش اللي امه اشتريته له اتسرق ومش لاقيه. بس
بعدها بثواني وهو لسه بيفكر في الموضوع ده لا في واحد لابس الكوتش بتاعه ورايح يقعد ياكل عادي جدا ولا كأنه سرق حاجة. راح قايم جورج من مكانه وراح فضل باصص له وباصص للكوتش، وقام الواد واخد بعضه وجاري من جورج، وجورج فضل يجري وراه حبة حلوين لحد ما الواد دخل جوه أوضة وقفل على نفسه الباب وفكر إن جورج مش هيقدر يخش له. بس اللي حصل عكس ما كان الواد متوقعه خالص، وراح جورج بكل قوته كسر الباب وداخل للواد جوه وضربه وراح مقلعه الكوتش وزقه ناحية الشباك وكان خلاص هيوقعه لحد ما دخل لهم واحد من اللي شغالين في المكان اسمه بروس وحشوا عن بعض وخلص الحوار. وراح واخد جورج معاه في العربية وبيقول له إنه يرجع لبيته وإلا هيتحبس. بس طبعا جورج افتكر كلام أمه ليه لما قالت له إنها مش عايزاه يرجع بسرعة، فراح جورج فضل يتحايل على بروس عشان خاطر يخليه موجود، وفعلا في الآخر جروس وافق. ساعتها بروس قال له بقول لك إيه، أنا قررت أخليك معايا بس هتبقى مصارع. هنا جورج ما كانش فاهم إيه الموضوع بس وافق على كلامه عشان خاطر يفضل موجود. وقتها خدوا بروس للحلبة بتاعة المصارعة ولبسوا لبس المصارعة ودخل الحلبة عشان يقابل واحد هناك. طبعا جورج كان على الله وكان بيضرب كده وخلاص لحد ما الراجل راح ضربه جامد وقع على الأرض وكسبه. هنا جورج خرج من الحلبة وهو متعصب قوي لدرجة إنه بقى يوقع أي حاجة يشوفها قدامه، وبروس قرر إنه يستغل قوة جورج دي وراح اتكلم معاه وفهمه إنه هيدربه وهيخليه مصارع كبير وهيقدر ساعتها يغلب أي حد. وبدأ جورج كل يوم يتدرب مع بروس اللي بقى معجب جدا بجورج وبقى شايف إنه هيبقى حاجة كويسة بعد كده. وبيروح جورج يتصل بأمه وبيعرفها إنه بقى مصارع، بس أمه ساعتها بتتضايق وبتطلب منه إنه يسيب اللعبة دي فورا عشان هي مش بتحب العنف ولا الضرب. بس جورج فهمها إن دي رياضة وليها قواعد وإنه مش بيضرب كده خلاص. والتاني يوم بيروح جورج يتكلم مع بروس وبيقول له إنه عاوز يبقى مصارع كبير زي اللي في الصورة ده علشان قرأ كتير عن اللي هو عمله وبقى إيه دلوقتي. بس بروس فهمه إن الأولمبيات محدش بيروحها بالسهل كده وإنه محتاج وقت تدريبات ووقت طويل عشان يبقى قادر إنه يلعب فيها. بس قدر بعدها جورج إنه يجهز نفسه في خلال سنة واحدة بس، وبيخش جورج أول ماتش ليه وبيبتدي يضرب في اللي قدامه وبيقدر إنه يكسبه، وراح وقتها مطلع علم أمريكا وفضل ماسكه في إيده. ساعتها بقى لما رجع لصاحبه تشيس لقى زعلان منه وفهمه إنه إزاي جاله قلب يرفع علم أمريكا كده وهم بيتعرضوا للتنمر. طبعا الكلام أثر في جورج وبعدها راح قعد مع أمه وفضل يتكلم معاها وقال لها إنه هيخش بطولة العالم وهيكسبها وهيبقى أفضل مصارع في العالم. وساعتها محدش بيتكلم معاه وبالتالي الكل هيحترمه بسبب الإنجاز اللي هو هيعمله. وبيروح يقابل بعد كده بالصدفة جورج واحدة اسمها بولا وهو مسافر للبطولة وبيعجب بيها من أول ما شافها وراح مديها رقمه وقال لها يبقى يتصل عليها كل شوية يتكلموا مع بعض. بعدها بنلاقي جورج بيروح لمكان تدريبات جديد ومدربين جداد كانوا لاعبين سابقين في الملاكمة وبيبقوا هم المسؤولين عن تدريبه وتأهيله. ومن بعدها بدأ جورج يتكلم مع بولا كتير وبقت تيجي تتفرج عليه وهو بيكسب الماتشات. ومع مرور الوقت الاتنين قربوا من بعض قوي لحد ما راحوا اتجوزوا. وساعتها جورج بقى بيخش اي ماتش بيكسبه من غير اي مجهود ومن الاخر كده محدش بقى قادر عليه لحد ما بيجي بعد كده يوم ماتش نهائي بطولة العالم اللي كان بين جورج وبين ملاكم اسمه فريزر. وبيبتدي الماتش بينهم وساعتها جورج بياخد له ضربتين 3 في الاول كده، وبعدها جورج طبعا افتكر انه يا قاتل يا مقتول على البطولة دي لحد ما بدأ يستجمع كل قوته وراح نازل ضرب في فريزر لحد ما وقع على الارض وقدر ان هو يكسبه. وطبعا لما كسب جورج البطولة ما كانش مصدق نفسه والفرحة ما كانتش سايعاه، بس من بعدها بقت حياته اتغيرت مليون درجة وبقى مشهور جدا ومعاه فلوس كتير قوي لدرجة انه قرر يعمل مشاريع كتيرة ومسكها لصاحبه داس. واشترى جورج بيت كبير ليه ولعيلته، بس جورج اتغير على بولا كتير قوي وبقى يسهر بره البيت وبيقعد بره باليومين والتلاتة لحد لما رجع في يوم واجهته مراته بولا انها عرفت انه بيكلم عليها بنات كتير وبيسهر وبيخرج معاهم. وجورج الظاهر كده الشهرة خلته مغرور فراح قايل لها انا هعمل اللي انا عاوزه براحتي. وطبعا بعد الرد ده قررت بولا انها تاخد ابنها وتروح تقعد في اي مكان تاني. وبعدها بيكون جورج
هيلاعب الملاكم الأسطوري الغني عن التعريف طبعا محمد علي كلاي. ومحمد علي كلاي اللي معروف عنه ان لسانه كان فظيع جدا بالذات على الخصوم بتاعته، لدرجة ان محمد علي كلاي من ساعة ما عرف انه هيلاعب جورج وهو عمال يطلع كل شوية يتكلم عنه ويتريق عليه. وطبعا الكلام ده كان عارفه جورج وكان زعلان قوي من الموضوع ده، بس قرر انه يمسك نفسه لحد ما يقابله وقتها ياخد حقه منه تالت ومتلت. وبيجي يوم المباراة والمكان بيبقى مليان بالجمهور ومفيش اي كرسي فاضي، وساعتها الماتش بيبدأ وجورج قرر انه هو اللي بيبدأ بالهجوم على محمد. ساعتها محمد علي كلاي قرر انه يستخدم اسلوب الحماية وبقى سايب جورج يضرب فيه وهو يحمي نفسه من الضربات. وجورج بقى بيضرب بكل قوته ومحمد علي كلاي بس ما كانش عارف يعمل معاه اي حاجة، لان محمد كان بيعرف يحمي نفسه بطريقة كبيرة. وجولة مع التانية مع التالتة نفس الحوار بيحصل وجورج ما بقاش قادر يضرب تاني خالص، لحد ما جت الجولة الرابعة والحاسمة. بقى هنا محمد علي كلاي قرر انه يهاجم جورج وقعد يضرب ضربة ورا التانية وجورج بقى يقع على الارض، لحد ما راح واخد الضربة القاضية من محمد علي كلاي، وبكده يكون محمد هو اللي كسب الماتش. ومن بعد الماتش ده بقت حياة جورج بقت مش زي الاول عشان خاطر بقى متضايق من كل ناحية انه خسر الماتش من محمد علي كلاي، وناحية تانية ان بولا خدت ابنه ورفعت عليه قضية. وبنعرف ان جورج بعد كده قرر ان يجيب 5 مصارعين يلعبوه مرة واحدة قدام محمد علي كلاي عشان خاطر يخليه يلعبوا ماتش تاني على البطولة اللي هو خسرها. بس في يوم جات لجورج مكالمة من اخته الحامل بيعرف منها ان اخته وابنها في حالة خطرة وبين الحياة والموت. ساعتها بيسيب جورج بروس وبيروح بسرعة المستشفى، وهناك اول ما بيوصل بيقول لهم انه لو محتاجين اي حاجة او اي فلوس معاهم من جنيه ل1000. بس ساعتها امه راحت تتكلم معاه وفهمته ان اخته وابنها مش محتاجين فلوس على قد ما هم محتاجين معجزة الهية علشان خاطر يعيشوا. ساعتها جورج كان زعلان قوي على اخته علشان بيحبها وفضل يدعي ربنا انها تقوم بالسلامة. وبعد شوية فعلا قامت اخته وولدت وكانوا كلهم مبسوطين قوي انها فاقت، وساعتها اخته بتبقى فرحانة انها شافته وبتشكره على وقفته جنبها وخوفها عليها. وبعدها بيرجع جورج مرة تانية عشان يكمل البطولات اللي بيلعب فيها، بس وقتها جورج ما بقاش مركز زي الاول لدرجة انه خسر من واحد اضعف منه بمراحل. ولما الماتش خلص نزل جورج وهو متعصب قوي وكان معاه بروس اللي ما كانش فاهم ايه اللي بيحصل، لحد ما فجأة جورج راح واقع على الارض وما كانش بيتنفس خالص، لدرجة ان الناس اللي كانوا واقفين جنبه فكروه مات. بس ربنا نجاه من اللي كان فيه وفاق مرة تانية. وما كانش جورج فاهم ايه اللي بيحصل له الفترة دي، واول ما بيفوق جورج بيقول ان ربنا نجاه وانه لازم يصلي ويرجع لربنا مرة تانية. ومن بعد اللي حصل قرر جورج انه يبطل مصارعة خالص، وعمل مؤتمر صحفي كبير عرف الناس كلها قراره ده. وطبعا بروس لما عرف الموضوع ده استغرب بس ما قدرش يقول لجورج اي حاجة. وبعدها جورج راح كنيسة وقال انه هيفضل موجود هنا وهيبقى عضو دايم فيها. وبيروح بعد كده جورج لمحمد علي كلاي البيت وبيعتذر له نتكلم عنه بطريقة وحشة الفترة اللي فاتت، وبيطلب منه انه يسامحه. وبيتغير جورج قوي وقرر انه يروح لبولا يعتذر لها على اللي حصل منه زمان، وبيطلب منها انها تخلي بالها من ابنهم. وبيتعرف جورج على بنت اسمها ميري والاتنين بيقعدوا يتكلموا مع بعض، والاتنين بدأوا يتبادلوا نظرات الاعجاب بينهم وبين بعض. وبعدها بنلاقي جورج واقف بره الكنيسة عمال ينادي على الناس عشان تخش تصلي. وبعدها بياخد جورج ميري لكنيسة قديمة وبيقول لها انه هيشتريها. وبعد مرور 7 سنين بيشتري فعلا جورج الكنيسة وبقى واحد من اهم رجال الدين، لدرجة ان جت واحدة تقول له انها عاوزة حفيدها يلعب مصارعة. ساعتها جورج فاهمها ان المصارعة مش هتنفعه في اي حاجة، اللي هينفعه هو انه يقرب من ربنا. وبعدها بنلاقي جورج خلاص اتجوز ميري وخلف منها وبقى عايش معاها في سعادة. وبنشوف جورج بيلاقي في التلفزيون الواد اللي كان عاوز يلعب مصارعة عمل خناقة كبيرة واتقبض عليه. وقتها قرر جورج انه يشتري نادي ويخلي كل اللي نفسه يلعب مصارعة يخش في النادي. واشترى جورج النادي وبقى النادي مشهور جدا بين الناس. بس في يوم النور راح قاطع
قاطع. ولما سأل جورج الموظفة عن اللي حصل ساعتها عرفته انهم من زمان قوي ما دفعوش اي فاتورة كهرباء، فقال جورج انه من بكرة الصبح هيروح يخلص الموضوع ده ويرجع النور مرة تانية للنادي. ولما بيروح جورج يشوف ايه موضوع النور ساعتها بيعرفوا الموظف انهم عليهم ديون بقالها كتير ما اتدفعتش، عشان كده قطعوا النور على النادي. فقال له جورج خد الفيزا طيب واسحب اللي انت عاوزه. بس ساعتها اكتشف جورج ان مفيش معاه اي رصيد في البنك. هنا اكتشف جورج ان صاحبه ضحك عليه ونصب عليه في الفلوس، وقتها كان متعصب قوي، وامه لما شافته كده راحت عشان تهديه وخافت عليه لا يرجع زي زمان تاني. بعدها جورج بيقعد يدور على داس لحد ما بيلاقيه، ووقتها بيعرف منه انه دخل في كذا مشروع بالفلوس بس خسر كل الفلوس. طبعا جورج ما كانش بايده اي حاجة، بس بعد كده قرر انه يطلع يعمل اعلانات بما انه مشهور عشان خاطر يكسب فلوس. بس الموضوع ما كانش زي ما جورج فاكره، وما كانش عارف يجمع فلوس كتيرة لحد ما قرر انه يرجع للمصارعة مرة تانية، وراح يتأسف لبروس عشان خاطر يرجع يتدرب معاه. وبروس بيقبل اعتذاره وبيطلب منه يخس شوية عشان يعرف يتحرك، وجورج بدأ ينفذ كلام بروس وبدأ يعمل تدريبات كل يوم عشان يخس. ولما خس شوية وراح يلعب أول ماتش، وقتها خسر الماتش بسبب حركته البطيئة. ومراته ميري في يوم بتحلم إن جورج كسب بطولة العالم مرة تانية، وبتعرف جورج بالحلم ده. وهنا جورج وعدها إنه هينفذ لها حلمها ده. وبعدها جورج بيلعب أول ماتش ليه وبيكسبه، وكل الناس بتبقى فرحانة له. بس للأسف تاني ماتش اللي هو النهائي بيخسره جورج، بس الناس بتبقى محترماه لأنهم شافوا جورج كان يقدر يضرب الخصم اللي قدامه ضربات قوية، بس هو ما عملش كده عشان خاطر ما يأذوهوش. ومن بعدها الناس بقت كل ما تشوفه تسقف له، وخد فلوس كتير من الاتحاد وقتها. بس في يوم راح قايل لميري انا وعدتك اني هحقق بطولة العالم وافضل ورا الحلم ده لحد ما احققهولك. وفعلا رجع يتدرب مرة تانية، بس اللي هيقابله جورج المرة دي في النهائي شخص مش سهل وفي نفس الوقت مؤذي ومش بيهمه اللي قدامه. وبيجي يوم النهائي وبيبتدي الراجل يضرب جورج، وجورج يقرر انه يستعمل نفس الفكرة بتاعت محمد علي كلاي، وفضل مستحمل الضربات شوية لحد ما راح مديله الضربة القاضية وكسب بطولة العالم وحقق حلمه وحلم مراته ميري. ومن بعدها بقى بيرجع يفتح النادي مرة تانية، وحياته بتبقى كويسة وبيعيش هو واهله حياة جميلة. وبنتعلم من القصة دي انك مهما مريت بظروف قاسية في حياتك اوعى تخليها تقف قدام حلمك. اسعى وكمل في طريق حلمك، وخلي دايما عندك يقين ان ربنا مش هيضيع تعبك ومجهودك وهيعوضك اضعاف اضعاف. لحد هنا يكون خلص فيلمنا النهارده. اتمنى يكون الفيلم عجبكم، واشوفكم بكره في فيلم جديد، واكتبوا لنا في الكومنتات عاوزين تتفرجوا على ايه افلام تاني. ومع السلامة.